عسلامة الناس الكل، ومرحبا بكم في فيديو جديد، ومرحبا بكم في النوع هذا من الفيديوهات اللي سنسكم به قبل، لكن بعد قطعنا عليه وركزنا برشا على برزنتاسيون تاع الكراهب. واليوم الحمد لله رجعنا للنوع هذا من الفيديوهات. وموضوع متاع الفيديوهات هذايا من أكثر المواضيع اللي تكتبت لي في لي كومنتير على اليوتيوب وعلى الفيسبوك والمساجات، والناس تطلب بالرسمي. صار طلب ملح على الموضوع هذايا من في عالم السيارات خاصة في تونس. دونك اليوم الحمد لله باش نعملوا السلسلة متاعنا اللي باش تتكون إن شاء الله من 4 حلقات. دونك كما قريتوا في العنوان مكتوبة السيارات المستعملة بين ال10 ل20 ألف دينار. en fait السلسلة متاعنا باش تمتد من 10 حتى يمشي ل50 ألف دينار على 4 حلقات، من 10 ل20 ألف توا، من 20 ل30 ألف حلقة أخرى تهبط بعد 3 4 أيام من الفيديو هذا، من 30 40 ألف حلقة، ومن 40 50 ألف حلقة. شنو باش نعملوا في السلسلة متاع الفيديوهات هذيا؟ باش نعطيكم ما بين كل بيدجي شنيا أحسن الكراهب اللي تنجم تلقاهم في السوق. إيش معناتها في السوق؟ مش معناتها تهبط السوق تلقاهم، نحكي لك في السوق معناتها بشكل عام في الأوكازيون. لكن فما حاجة باش نعملوها المرة هذه منظمة أكثر، باش تكون الحلقة إن شاء الله منفعة بالكدا بالكدا، واللي هي باش نعملوا الخيارات متاعنا على حسب فئات متاع الناس. كيما تعرفوا فما شباب شابات والا عائلات صغيره، نحكيو على صغيره 3 افراد 4 افراد ماكسيموم يحبوا ياخذوا كراهب. فما عائلات كبيره 5 6 افراد والا يبدو 4 افراد لكن ادولت، الكل adult. وفما off road guys واللي هما الناس اللي يحبوا يعملوا ياخذوا كرهبة باش يغامروا بها، يعملوا بها camping، يطلعوا بها على الجبال الكل. وفما الadventurous guys، هذوما الadventurous guys أنا التسمية هذه عملتها أنا بنفسي، التسمية هذه نحكي لكم من بعد شنو معناها. دونك من كل فئة باش نعطيكم أنهم الخيارات المناسبة من ناحية الطلب في السوق، توفر قطع الغيار والجودة نتاع الموتور والكهرباء بشكل عام، كاليتي نتاع الكهرباء. حلقتنا اليوم تبدأ بأقل بيدجي واللي هو من 10 ل20 ألف دينار. قبل أن نبداو اشتراك في القناة مهم برشا، وإذا عندك أي سؤال خليه لي في الكومنتير، وإلا تلقى توا كي تلقى في الديسكريبسيون باش تلقى نمر واتساب، باج فيسبوك، باج انستغرام، باج تيك توك. ادخل على أي واحدة فاهمة ومرحبا بيك. نبداو بأول فئة معنا بالنسبة للبيدجي هذيا، واللي هي نسميها أنا الفئة متاع الشباب شابات معناتها أولاد بنات، ومتاع العائلات الصغيرة. قبل ما نعطيكم الخيارات نفسركم شنو هي الفئة هذيا وشكون يكون من الفئة هذية. شباب شابات معناتها واحد مازال كيخدا البرمية، ولا واحدة مازالت كي خدات البرمي، مازال يقرا في الجامعة، مازال كي شاد خدمة كي معناتها مازال عازب وكل، ولا مازالت عازبة، ويحبوا ياخذوا كرهبة جوست باش يمشيو بها للجامعة، والا يمشيو بها للخدمة، معناتها تنقل أكترية في وسط البلاد، وممكن في الويكاند هكايا يعمل بها خرجة نتاع لون تراجي. دونك والا زاده العائلات الصغيرة. اش معناتها عائلات صغيرة؟ معناتها الشاب هذايا عرس ومثلا عنده صغير ولا مازال ما جابش صغار، معناتها يكون معرس، معناتها يكون أكثر من فرد باش يستعمل الكهربا وإلا في الكهربا. دونك بالنسبة للفئة ديّة أنا عملت ليستة نتاع الكراهب اللي ممكن ينجم يشريهم إذا عنده بيدجي بين 10 ل20 ألف دينار. دونك الليستة مقيدة هوني. دونك عندنا أول حاجة واللي هي بيجو 206. شكون ما يعرفش بيجو 206؟ دونك معروف على الآخر بيجو 206 من أول ما جات كانت شعبية 4 شهور من غير لا كليماتيزور لا أسيستي، ومن بعد تحسّنت شوية 5 شهور ولات فيها أسيستي كليماتيزور فيتري إلكتريك، ومن بعد 206 لوك واللي هي باللي جونت كليماتيزور أوتوماتيك والشي هذاك. دونك أنتِ بال10 20,000 دينار باش تلقى 3 فئات هاذوما. دونك أنتِ إذا يكون عندك 10 أكيد مش يكون عندك 20، وإذا يكون عندك 15 أكيد مش يكون عندك 19. بين ال10 ل20 تنجم تلقى بيجو 206 الشعبية ال4 شهور. باش تقول لي تنصحني بها والّا إيه؟ نقول لك ننصحك بها إذا البيدجي نتاعك ما يسمحش إنك تاخذ 5 شهور ولا تاخذ 206 لوك. هي ككرهبة نوعًا ما مقبولة، صحيح فارغة des options ما فيها حتى شيء تقريبًا، بخلاف ضهري فيها شوفاج وكهو وsemi assisté. لكن إذا البيدجي تاعك نجم يطلع أكتر شوية وتاخذ version 5 شهور يكون أحسن، تكون فيها الassisté والclimatiseur واللي هما ولاو ما عادش des options معناتها ولاو حاجات basique الكرهبة بصراحة. معناتها الكرهبة توا من غير assisté من غير climatiseur وفيتر إلكتريك هذاك بطبيعته. دونك بالرسمي معناتها الكرهبة ما عادش حتى واحد يتلفت عليها. ديجا هاكا علاش ما عملتلكمش تحت ال10,000 10,000 دينار. 10 مليون حكاية فارغة، صدقوني فما حتى شيء في السوق تحت ال10,000 دينار. وإذا البيدجي تاعك يسمح إنك توصل ل18 19 20 تاخذ 206 لوك واللي هي أحسن فيرسيون وأحسن فينيسيون خلينا نقولوا، واللي هي تكون فيها لي جونت، تكون فيها كليماتيزور اوتوماتيك. بالنسبة للموتوريزاسيون تاعها موتور نجح، خاصةً في الversion تاعها ال5 شهور. كالعادة أي موتور تحافظ عليه تبدل له الزيت في وقته، الزيت صحيح entretien في وقتها، ما تنزلش عليه برشا 206 ماهيش كرهبة متاعك تنزل عليها. أو علاش قلت لك من الفئات هاذوما. دونك كي يبدا واحد يمشي بها للجامعة ويجي، خدمة تبدا في وسط البلاد، عايلة صغيرة الكل، ما عنده علاه باش ينزل فاهمني. يعني ماهوش باش يعمل بها long trajet كل يوم، ماهوش باش يمشي بها off road ولا حاجة. دونك كرهبة تسيس عليها شوية شوية. من ناحية الكاليتي تاع الطولة الكل متوسطة.
لكن من أحسن الخيارات في السوق. الخيار الثاني لهنا عندنا فيات باليو. لهنا الفيات باليو فما كالعادة عدة فئات بين 10 ل20 ألف دينار. عندك فيات باليو البرازيلية، عندك بعد الفاير وفيات باليو 3. البرازيلية في السوق مطلوبة لكن ماهيش مطلوبة كيما الفيات باليو 2 ولا 3. مطلوب الطلب تاعها أقل، علاش؟ على خاطر الموتور مختلف، وتوافر قطع غيار ماهوش كيما توافر قطع غيار ال2 و3، رغم ال3 موجودين قطايعهم، لكن ال2 و3 مطلوبين أكثر. دونك ننصحك تشوف كعبة فيات باليو كيا 2005 2006، حاجة كي نضيفها 5 شهور. فيات بالي الأكثرية نضاف صراحة حسب ما نشوف معناتها. اللي يكسب فيات بالي ديما تلقاهم عايلة ولا حاجة وكل، وكربة باهية. أنا نحكيك عن تجربة، كربة ماهيش خايبة بالكل، جوست سايس عليها. و كربة بالرسمي مطلوبة ماهيش خايبة بالكل، خاصةً في الconsommation، والقطايع نتاعها رخاص بالكدا بالكدا، بالرسمي من أكثر الكراهب، من أرخص القطايع الموجودين في الcategory هذية تلقاهم عند الفيات، وخاصةً الفيات باليو. نجيو توا للخيار الثالث، عندنا الPolo. الفولكسواجن بولو بين ال10 ل20 ألف دينار. عندك بولوكات 5 6 لهنا يعتمد على البيدجي نتاعك. باهي، كان البيدجي نتاعك ما يفوتش 12 13، دونك عندك الكات. الكات كهربا نجحت بالكدا بالكدا راه، بولوكات برسمي نجحت بالكدا بالكدا بالكدا. ال5 نصحك ما تاخذهاش الشعبية. الدور تاعها ضعيف برشا، ربراكام واحد سامبل ربراكام. وعن تجربة بالرسمي كهربا ضعيفة بالكدا بالكدا وماهيش مطلوبة برشا في السوق. دونك ال5 تاخذ 1.2، 1.2 واللي هي ال5 شوفو، واللي هي دوبل ربراكام. هذايا موديل نجح. دونك تلقى زادا فيها الكليماتيزور وفيها لاسيستي، الباقي كل ما فيه حتى شيء. دونك هذا ماني قلت لك، هذوما لي بازيك، هذوما اللي بالرسمي واحد ما تنزلش تحتهم في لي زوبسيون، خاصة توا تونس الوقت الطقس نتاعها، الطقس فيها صار سخون برشا. دونك كرم بغير كليماتيزور في تونس better، إنك أحسن إنك ما تركبش فيها وتمشي تشوف حاجة أخرى تركبها. دونك وإلا السيس إذا البيدجي نتاعك يسمح إنك توصل 18 19 20. السيس زادا ما تاخذش 4 شوفو، برسمي موتور ضعيف بالكدا، ما يسحقش إنك تدفع 18 19 20 في بولو 6 4 شوفو الشعبية. دونك تاخذ ديريكتومون 5 شوفو واللي هي ل1.2 تلقى فيها أكثر دي زوبسيون. وبولو 6 شكونش يقول لك بولو 6 ما تنجحش. باهي، عندنا توا نرجعوا توا للإيطاليان شوية، نمشيو للفيات باندا. هنا نحكي على الفيات باندا اللي باش نوريها لك في التصويرة. على فكرة أنا راني كلهم باش نوريهم لك في التصوير. دونك باش نوريك الكل في التصاور باش أنت تبقاش تبحث أنا والموديل اللي يقصد بالضبط وأنا باش نوريك في التصاور على نحكي عليه بالضبط. دونك الفيات باندا اللي وريتها لك في التصويرة، اسأل أي واحد عليها كرهبة نجحت بالكدا، يحبوها برشا نساء، معناتها الشابات ولا حاجة، ولا حتى عايلة صغيرة بالكدا مازالك هكايا مازال كي باش يبدا هكا يجرب كرهبة في وسط البلاد ولا حاجة. بالرسمي كرهبة ننصح بها بالكدا من ناحية consommation والقطايع نتاعها. فماش بالرسمي رخيصة، رخيصة بالكدا بالكدا الفيات، خاصةً الباندا هاذوما هو والباليو. دونك بالرسمي ننصحك بها بالكدا إذا تلقى حاجة نظيفة. لهنا من ناحية النظافة وكيفاش وكيفاش تختار الكرهبة، هذه إن شاء الله نتذكر في آخر حلقة إني نعمل لكم عليها كي دقيقة دقيقتين نحكيو على الحكاية دي خاطر مهمة برشا. الخيار اللي من بعده نمشيو للفرنسيس شوية، نلقاو سيتروان ساتروا. السيتروان ساتروا بالنسبة ليا ماهيش من أفضل الخيارات بين اللي قلت لك عليهم، لكن خيار تنجم تحطه في الليستة نتاعك. سيتروان ساتروا هاك اللي جاية كعبة القارص هذيك، نشورها لك في التصويرة توا. دونك الساتروا هذاك زادا ما تاخذوهاش الشعبية. العقود الأخرى 5 شافو، تلقى شي كعبة 2007 2008 2009 تنجم تلقى 2009 صعيب شوية، لكن 2008 خلينا نقولوا 11 2008 تنجم تلقى حاجة نظيفة. من ناحية الكاليتي تاع البلاستيك والداخلاني متوسطة، لكن الموتور نتاعها نجاح وزيد مطلوبة في السوق. الخيار اللي من بعده كرهبة مطلوبة في كل أنحاء الجمهورية واللي هي الكليو كومبوس. لهنا كليو كومبوس تنجم تلقاها بين باش تلقاها بين 17 ل20. باهية بالكدا، برسم الكهرباء نجحت بالكدا بالكدا رغم البساطة اللي فيها من ناحية لي زوبسيون من ناحية الديزاين وكل، إلا إنها نجحت على خاطرها بالرسمي فيابل من ناحية الموتوريزاسيون. الكهرباء كارت الربح تاعها هي الموتوريزاسيون. دونك موتور نجح بالكدا، كونسوماسيون قليلة بالكدا، قطايع رخاص بالكدا ومطلوبة برشا. كليو كومبوس من الكراهب اللي ما يقعدوش باش يتباعوا. معناتها الكهربا بالرسمي مطلوبة بالكدا بالكدا. نجيو توا للخيار اللي قبل الأخراني واللي هو لفيات بونتو 3. أنا ركزوا معايا قلت 3 ما قلتش الآن. الآن على خاطرها قدامه برشا صراحة، رسمي قدامه بالكدا بالكدا وصعيب برشا تو تلقى حاجة نظيفة. دونك ال3 تلقاها تخدم بين 14 15 حتى تطلع ل18 19 توصل ل20 في كعبة بريميرمون نظيفة. تنجم تلقى سلاح جبية كالعادة فيات بونتو 3. هنا ركز معايا قلت لك 3 خاطر باش تلقى برشا موديلات ومناظر مختلفة. دونك 3 بالرسمي ناجحة. آآ
ما بين الخيارات اللي قُلت لك عليهم الكل، ال3.3 ماهياش أحسن حاجة، لكن حتى تتحدد في الليستة، خاطر كهربا مازال مطلوبة بالكدا، وكهربا عملية، معناتها كهربا تنجم تعمل عليها، حتى كان باش تخرج بها لون ترجيها مرة مرتين تساعد، ماهيش خايبة. نجيو للخيار الأخراني وهذا برشا ناس يقولوا لي كيفاش هو هذا أفضل خيار، لكن فقط الناس اللي جربوها وإلا اللي عندهم خبرة هم اللي نجم يقول لك هذا خيار باهي، واللي هي الفورد فيستا موديل 2004، 5، 6 وصلوا حتى لل7. دونك هما ما بين 2004 و5 فما 2 فيريسيون، واحدة avant restylé وواحدة restylé، زوز نفس الموتور، زوز نفس الكاليتي، جوست المنظر يتبدل. الكهربا هذه من ناحية الكاليتي تاع الموتور، من ناحية كاليتي تاع البلاستيك الداخلاني، الكراسي والطولة، نحكي لك هذه من أحسن ما سميت لك في الليستة. بالرسمي نحكي لك عن تجربة من أحسن ما سميت لك في الليستة. شنو هي عيبها؟ عيبها الوحيد إنه الconsommation نتاعها أكثر شوية من اللي سميتهم لك، علاش؟ خاطر الموتور الزادة تاعها أقوى. ثاني حاجة قطايعها أغلى شوية من اللي سميتهم لك الكل. دونك أنت كان بالرسمي تلوج على الكاليتي بالرسمي كان كساب بالكدا بالكدا، والconsommation ماهيش هاك عائق كبير بالنسبة ليك. فورد فيستا نجم نحطها في الليستة، أعلى الليستة بيانات اللي سميتهم لك الكل. دونك هذا بالنسبة للفئة متاع الشباب، الشابات اللي كياخذ البرمي يقرا في الجامعة مازال تخليه يخدم، وإلا عائلة صغيرة والكل. نتعداو توا للفئة اللي ما أكثر في أفراد عدد الأفراد، والفئة اللي تستعمل الكهرباء أكثر، واللي هما الفئة متاع العائلة الكبيرة. ولهنا إحنا كي نجيو لتونس العائلة الكبيرة خلينا نقولوا نبداو من 4 أفراد، يكونوا بو وأم وزوز صغيرات، وإلا زاد نجم يكونوا الصغيرات هاذوما كبار في العمر مثلًا adult، وتنجم حتى يكون عنده أكثر من 4 أكثر من زوج صغار، معناتها يكون أفراد عدد الأفراد العائلة 5، 6. لهنا عندنا خيارات قليلة لكن باهية برشا في البيدجي هذايا. دونك نذكركم البيدجي 10 ل20,000 دينار. أول حاجة نبداو بها وعن تجربة عندك الميغان 2 إيسونس ل1.4. لأ حاسيلو هما فما ل1.4 إيسونس، فما ل1.6 في الإيسونس، فما 2 لتر، وفما ل1.5 في المازوت. أكثر موتور نجح من ناحية الكاليتي، الطلب في السوق والقطايع نتاعو والconsommation هو ل1.4 6 شهور. هذا أكثر موتور نجح. إذا باش تلوج على ميغان 2 طول لوج على ال1.4 ال6 شهور. إذا أنت من الناس اللي ما تهمكش الconsommation وتحب كهربا قوية لوج على ل1.6. ل1.6 نحكي لك عن تجربة زادة موتور قوي لكن ياكل. الconsommation نتاعو عالية، معناتها توصل حتى ل6.5 7 لترات. الآخر 5.5 6 نوصلوا لها. يعني في الconsommation نحكي لك الليتر على 100 كيلومتر. دونك الميغان 2 موجودة كاسكيت. شكون ما يعرفش ميغان 2؟ يعني أكيد راك عرفتها حتى من غير تصور. دونك ميغان 2 كاسكيت، وفما السودان، لأنها تعتمد عليك أنت عاد. إذا أنت معاش الجراج نتاعك يحمل كهربا طويلة هاوكا، إذا أنت تعرف روحك ديما عندك تبش وكل وقت تمشي كذا تاخذ طويلة، وإذا أنت ما يهمكش الكُبر نتاعو تاخذ ميغان 2 كاسكيت. تلقاها بين ال10 20. بون مانيش نقول لك بين ال10 معناتها تلقى قهوة واحدة ب10، خلينا نقولوا من 14 15 حتى ل20 تنجم تلقى حاجة مقبولة من ناحية النظافة، خاطر راهم كبروا برشا. دونك لازمك كي تلوج على حاجة تعرف كيفاش تركز وتلوج على حاجة نضيفة. الخيار الثاني محبوبة الجماهير، الكرهبة هذيا معناتها تحطها اليوم بالبيع تحطها في الصباح تبيعها في الليل، consommation ما تكونسوميش، قطايع موجودين، كرهبة تنزل تضحك عليها ما يهمهاش، واللي هي الكليو كلاسيك. نحكي لك حتى دي زادة عن تجربة. الكليو كلاسيك رغم البساطة نتاعها كيما الكومبوس، رغم اللي ما فيهاش des options وكل airbag واحد ومش عارف شنو وكل، إلا إنها كرهبة واسعة، مالها كبير، مطلوبة برشا، ما تاكلش، قطايع متوفرين، هذيا نتاع واحد ما يحبش يكسر راسه بالرسمي. كليو كلاسيك نهار اللي يحطها باش تباع، يصب لها 10,000 تدور بيه بالكدا، رغم اللي 10,000 ما عادش تعمل شي تو في السونس تاع تونس. وبالرسمي كرهبة معناتها عرفتها بسيطة، فهمت، متاع واحد راجل كبير حتى، فهمت، متاع واحد متقاعد هكايا ما يحبش تكسير الراس. الميكانيك نتاعها سامبل على الآخر. الخيار الثالث واللي هو البيجو 307 إيسانس. لهنا علاش قُلت إيسانس، خاطر في المازوت مع الأسف مش هي ما نجحتش، لكن الظروف والبنية التحتية والمازوت تاع تونس هو اللي خلاها ما تنجحش. دونك هي برسمي راه أنت كان تشوف في فرنسا، اسأل حتى كان عندك واحد في فرنسا، في إيطاليا، مش عارف وين، تقول له بيجو 307 في الHDI عاملين، يقول لك تمشي تمشي 300 350 موتور مازال نحلة كيما نقولوا. أما في تونس لا يجزي القطايع d'origine صعيب تلقاهم، لا يجزي شو اسمها هي المازوت ماهوش نظيف، ولا يجزي الاستعمال غلط، مرات ياخذ تروسة مازوت وهو متحرك كم مرة في الجمعة. دونك يخلي والHDI راهو بالرسمي الHDI نحكي لكم حتى عن تجربة، السيكات HDI نتفكر عن تجربة. دونك الHDI لازم يتحرك.
لازم ديما يتحرك سينو ما يساعدوش سينو يأثّر على الqualité نتاعو على المدى البعيد، على الlong terme. بيجو 307 في الإسانس بالرسمي باهيين، واسعة كرهبة راهي بالرسمي واسعة، فيها أوبسيونات محترمة وكل، وخلّينا نقولوا باش تلقى حاجة نظيفة نطلعوا ل18 19 حتى يمشي لل20. الخيار الثالث نبقاو في البيجو ونمشيو لل407. بيجو 407 كهربا موجودة في تونس كيما موجودة كلاسيك، معناتها كهربا مشهورة برشا ومطلوبة برشا خاصةً في الإسانس. في المازوت موجودة أكثر من اللي في الإسانس، لكن هي كهربا كqualité نجحت أكثر في الإسانس. الconsommation نتاعها ماهياش أقل consommation موجودة في الcategory هذيّة، الconsommation نتاعها عالية شوية، نظرًا لأنها كهربا كبيرة، طويلة، واسعة، كهربا راهي حتى كالسونسات كانت تخرج قبل راهي ما كانتش كهربا عادية، كانت كهربا ياخدوها الناس عندهم فلوس، فهمت معناتها كانت سونسات ماهيش كهربا شعبية ولا حاجة، كهربا محترمة برشا، أمّا توا قدامها الكل ولات حتى ب18 19 تلقى كعبة سومها طايح برشا. في السوق. في المازوت نفس الحديث اللي حكيته لك على ال307. وفي الليسانس فما 2 motorisations. أبدأ بالmotorisation ال ال1.6 العادي ليسانس 6 chevaux. هذاك الموتوريزاسيون الأكثر موجود في تونس. نجيو للخيار اللي من بعده توا واللي هو الFord Focus في الليسانس. أي نعم، الFord Focus اللي في الليسانس لهنا نفس الحديث اللي حكيته لك على الFord Fiesta. تعرف من ناحية كاليتي تاع الموتور. يعني نحكي لك كهربا توصل 350 400 ما تحلش فمها، تعرف ما تحلش فمها، معناتها نحكي لك لا ريفيزيون موتور لا حتى شيء، تستحفظ بالطبيعة. كاليتي بلاستيك يقعد هو بيدو، الكسوة تقعد هي بيضا بالرسمي. أنا نعرف دي فورد فوكس عمرها 15 و20 سنة الكهربا مازالت هي بيضا رغم اللي تستعمل راهو مش مخبية ولا حاجة. حاجة برك نعاودو نرجعو للقطايع أغلى شوي، والكونسوماسيون ماهيش كيما مثلًا كيما الكونسوماسيون تاع الوسانس أكثر شوي، فاهم. أما الفورد فوكس بالرسمي ياخذها كان رغم اللي راهي مطلوبة في تونس وكل، لكن باقي فما ناس ما زالت عندها عقدة من إنها تاخذ فورد كي يجبد لك القطيعة تاع الكرهبة نتاعها الأسهم تاع القطيعة نتاعها وإلا حتى الconsommation. نجيو لخيار آخر، نرجعوا توا لخيار محترم وإلا مطلوب أكثر للعائلات التونسية واللي هو الفيات سيانا. فيات سيانا لهنا أنا شكون اللي برشا اللي ما نشكروهاش الكل، لكن فيات سيانا كرهبة تستحفظ عليها تلقى، ما تستحفظش باش تعذبك. كيما الباليو، كي نرجعوا كيما الباليو، كرهبة تستحفظ. أنا نعرف شكون عنده فيات سيانا سيري 127 والّا 128 لتوا الكهربا لا موتوريزاسيون بريميرمون لتوا لا موتوريزاسيون تبدلت ولا حلت فمها، لا تو لا سوست لا حتى شي. استحفظ طلقة. ماهيش أحسن حاجة في اللي قُلتهم لك، لكن استحفظ، راهو الاستحفاظ هو مهم برشا. لكن شنو هي les avantages تاعها؟ consommation قطايع، mécanique simple، فهمت. هاذوما كل حاجات معناتها الكهربا ما تكسرلكش راسك. نجيو توا للخيار قبل الأخير واللي هي كهرباء بالرسمي باهية برشا واللي هي أوبيل أسترا جي. دونك قبل 3 سنين التالي 4 سنين التالي كان بالبيدجي هذا تجيب الأوبيل أسترا هاج. توا الأوبيل أسترا هاج طلع سومها ولات تخدم فوق ال20، والجي طلع ملي كانت بين ال11 12 13 تلقى أوبيل أسترا جي، توا ولات 16 17 18 19 توصل ل20 باش تلقى أوبيل أسترا جي حاجة نظيفة. هما راهم قدامه، معناتها قدامه راك يقول لك قدامه مش معناتها ولات خايبة، لا معناتها استهلكوا معناتها توا إنك تلقى حاجة نظيفة لازم توسع بالك الأوبيل أسترا جي. لكن موجود نضيف، كهربا المال تاعها كبير باهية، كاليتي كموتوريزاسيون أوبي الألمان سلعة ألمانية معناتها حاجة دي ما فيهاش نقاش. الانتيريور تاعها بون الانتيريور تاعها ماهوش أحسن ما تلقى، لازم تلقى مثلًا توا التابلت بور تاعها متأثر برشا من خاطر الكهربا كبيرة في العمر والكل، لكن إنك تلقى حاجة نظيفة كان توسع بالك توصل حتى ل19 20 تلقاها. نجيو للخيار الأخير واللي هذا برشا باش يقولوا لي كيفاش اخترت الخيار هذا، لكن نعاود مرة أخرى الخيار هذا ما يختاروا إلا واحد بالرسمي دارس عليها على الأقل كهربا ولا سائل عليها. لكن ماهيش مطلوبة برشا في السوق، واللي هي شيفروليه أوبترا. ما علاش قُلت لك هي ماهيش مطلوبة برشا في السوق، خاطرها بالرسمي خيار تنجم تختاره وما تندمش عليه إذا أنت كسال. الشيفروليه أوبترا نحكي لكم على الطوال السودان، نوريها لك توا في التصويرة. من ناحية consommation عالية شوية، القطع نتاعها موجودين الكل، أما من ناحية قوة الموتور تاعها موتور قوي، كهربا تعمل بها لونتراجي، تعمل بها نافات عادي، كونفور باهية. القاعدة نتاعها باهية، مال كبير، أوبسيونات محترمة برشا. كهربا أنتِ نحكي لك كهربا 2005 2004 فيها البوا من داخل، الرباقات كذا، فيتر إلكتريك كات فيتر إلكتريك الأكودوار، فهمت معناتها كهربا محترمة بالكدا من ناحية les options قوة الموتور، كهربا تعطيك اش تحب، فاهم. جوست حاجة بركا في السوق ماهياش معناتها أنت كان تجيبها هي وتجيب كليو كلاسيك، كليو كلاسيك باش تبيع قبل حاجة أكيدة، لكن كهربا محترمة بالكدا. ننصحك تحطها في الخيارات إذا أنت من الناس اللي
تخمم خارج الصندوق شوية وخارج المعتاد عليه السوق شوية، وهذا أصلًا أثّر على السوم نتاعها، هي réellement حقيقةً السوم نتاعها لازم يكون أكثر من 20 خاطر الكهربا فيها des options الكهربا موتورها عندها ما تقول وكل، لكن قلة الطلب في السوق خلاها تنجم تلقى توا كعبة ب15، 16، 17 نوصلوا 19 حاجة نظيفة بالكدا، فوق 19 تهلّي ما تلقاش، ولا حتى كان تلقاها ولاو يخمموا في حاجة أخرى. دونك هذه بالنسبة للفئة تاع العائلات الكبيرة. نجيو توا للفئة متاع الoff-road. إيش معناتها off-road؟ معناتها طرق وعرة. باهي إيش معناتها طرق وعرة؟ معناتها الناس تحب تكربة تمشي بها تطلع بها لوادي الزيتون، تطلع بها الزغوان، تعمل بها camping. معناتها حاجة متاع هكايا حاجة متاع just متاع جو، كربة باش يعمل عليها جو، لكن في الoff-road. باهي. يؤسفني إني نقول لكم إني بين ال10 20 ألف دينار ما فماش. إيش معناتها ما فماش؟ معناتها تنجم تجيب لي توا كرهبة off road تسمى 18، 19 ما فماش معناتها لا فما حاجة مطلوبة، لا فما حاجة نظيفة، راك بالرسمي إذا باش تاخذ كرهبة بين ال10 20 ألف دينار باش تقول لي هذه off road مش عارف شنوا، باش تعذبك والله باش تظلم روحك، والله عبارة باش تخسر فلوسك، راهو بالرسمي بين ال10 20 ما فما حتى شيء يُقبل، ولا حتى كان تلقى راك باش تلقاها كرهبة تاعبة بالكدا بالكدا، استنى معايا شوية خلينا نوصلوا بين 20 30 فما حاجات نضاف، حتى كان نوصلوا 50 فما حاجات باش يعجبوك بالكدا بالكدا. مادام الفئة هذه ما فيها حتى شيء بين 10 20 ألف دينار، ننتقلوا توا للفئة الأخرى متاع الadventurers. معناتها adventurers هذه تسمية أنا عملتها لنفسي، هي كلمة إنجليزية بالطبيعة، لكن أنا سميتها الفئة هذه واللي هي فئة المغامرين. باهي، الفئة هذه واللي هي فئتي أنا. أنا كي جيت أنا عندي بين 10 20 ألف دينار باش نشوف الخيارات هذي، واللي هي الفئة متاع الناس اللي تفكر خارج الصندوق، والفئة متاع الناس اللي كي تجي تختار كهربا ما يهمهاش في السوق شنو يحب، يهمها هي شنو تحب وشنيا الحاجة اللي فيها شوية unicité. إيش معناتها شوية unicité؟ معناتها شنيا الحاجة اللي مش كل الناس يحبوا عليها، وفرد مرة تكون الكاليتي متاعها عالية، فهمت؟ معناتها مش ياخذ كهربا شنوا قديمة ولا حاجة، لا، معناتها يفكّر إنه تكون كهربا unique هكايا وكهربا برسمي وفي نفس الوقت الqualité متاعها باهية. unique مش معناتها ماهيش موجودة في تونس، لكن unique في الخيارات. نبدأ بأول حاجة واللي هي ألفا روميو 156 156. ألفا روميو 156 كهربا موجودة برشا في تونس، قبل كانوا الحرس يخدموا بها، البوليسية يخدموا بها، يعني وزارة الداخلية وكل. كهربا بالرسمي معروفة بكدا في تونس معناتها الكل، لكن رغم هذا توا كي تدخل تشوف قداش أسواقهم تلقى 14، 15، 17، 18 رغم اللي هي تسوى أكثر. كهربا راهي من ناحية الموتوريزاسيون معناتها كهربا قوية بالرسمي، نحكيو على 120 شوفودين، 130 شوفودين توصل معناتها selon أنت motorisation تاخذها. معناتها كqualité حاجة باهية برشا، من الآخر كqualité حاجة باهية برشا، منظرها sport بالكدا، sedan تمشي عائلية تمشي رياضية، بالرسمي هذيا باهية برشا. باهي، نجيو اللي بعدها نبقاو في الألفا روميو، ألفا روميو 145 145 كرهبا هذايا موديل أصغر، أقدم زادا شوية. هذايا متاع ناس متاع شباب شابات معناتها متاع ناس باش يعملوا عليها جو، باش يعملوا modification باش يخرجوها كان مرة في الجمعة ولا حتى نجموا يديروا بها كل يوم راهو. أما نحكي لك هكايا كهربا باش يعمل عليها جو، كهربا باش يعمل معاها علاقة هكايا معناتها مش just العلاقة ماهيش سطحية، العلاقة معناتها يزينها إكسسوارات كذا فاهم، معناتها كرهبة يحبها. باهي، نجيو توا لموديل آخر واللي هو فولفو S40. S40 نحكيو على موديل 2000، 2001، 2002 حتى 2003، تنجم تلقى حاجة بين 15 ل20. هاذوما زادا كراهب مطلوبين بالكدا، مطلوبين بالكدا من فئة الadventurers مش في السوق، خاطر كان تهبطها تو للسوق ممكن ما تبيعلكش نهار كامل. أما فما اللي يشريوها، في تونس فما اللي يشريوها. كهربا زادا باهية بالكدا، من ناحية الموتوريزاسيون في الإسانس هي قاعدة تركب في نفس الموتوريزاسيون تاع اللاجونا، تاع رونو اللاجونا، معناتها قطايع راهم موجودين ما تخافش. لهنا ظهر لي أنا ما نستحقش نحكي برشا، خاطر الناس اللي تفكر إنها تشري فولفو اس 40 بين 10 20 ألف دينار فاهمة، وهذه حاجة تعجبني أنا، إنه الناس اللي تشري الكرهبة هاذوما راهم ماهمش ناس شراوها بالسيف من عليهم ولا حاجة، الناس فاهمين. ناس أصلًا ممكن هو يقعد يفسّر لك على الفولفو نتاعه ويقعد يحكي لك على حاجات ممكن أنتِ ما تعرفهمش، دونك هاذوما ناس فاهمين، جوست قاعد نعطيك شنو الخيارات نتاع الناس اللي تفكّر هكا. الخيار الأخراني واللي هو نورمالمون يجي الأولاني خاطر هذا أكثر خيار الناس تختاره واللي هو BMW E36 والE39. باهي، باش تقول لي E39 بين 10 20 ممكن تلقى، صراحة ممكن تلقى، وإذا أنت من الناس اللي مش تلوج على حاجة نظيفة برشا ممكن توسع بالك ببعض وتريقل وكل، E39 تلقاها ب19 18، لكن E36 تلقى بال10 ل20. أكيد كل E36 باش تلقاها يا إما modifié يا إما motorisation مبدلة، راه مش معناتها حاجة خايبة، أمّا نحكي لك معناتها راهو كهربا معناتها كبروا بالكدا بالكدا، معناتها نتصور أنت معناتها تفهم فيهم إذا باش تختار كعبة هكا. دونك
كهربا تعمل عليها جو، motorisation قوية، رغم اللي راهو مش قوية في النوامر، لكن بالرسمي أداء قوي برشا. الألمان ذكيين في الحكاية ديّة، حتى كان ما يعملكش، حتى كان الألمان راهو حتى كان ما يعملش نومرو عالي، puissance شغودين عالية، كنومرو كرقم، لكن بعد كهربا كي تسوقها تحسها تجاوب معناتها مش كيف الصينيين، ولا مش كيف حتى الكوريين، ولا حتى مش كيف زادا الفرنسيس، ودي حاجة لحد كي تسوق مختلف الكرا من البلدان هاذوما. دونك E36 بالطبع في الليسانس ما تقوليش E36 مازوت، معناتها أصلًا ما يواتيهاش، حتى كان ناجحة ما يواتيهاش. E39 في المازوت هكاك ديما كي نرى E39 مازوت لازم وراه كي دخان طالع من الإشابمون، ولازم وراه هكايا كحالة من تالي كل والضو كحال من الدخان، خاطر المازوت نتاعنا ما شاء الله، والفاهم يفهم. دونك ظهر لي طوّلت عليكم الفيديو، هذه أول حلقة في السلسلة نتاعنا اللي باش تمتد على 4 حلقات. قُلت لكم قبيلة باش نحكي لكم على كيفاش تختار الكهربا، يعني راك في اختيارك للكهربا لازمك توسّع بالك، بين ال10 20,000 دينار راهو بالرسمي لازم توسّع بالك، يعني إذا باش تاخذ بزربة راك فما إمكانية تاع 99% إنك باش تندم من بعد، علاش خاطر بين ال10 20 كلهم كراهب أقل حاجة عمرها 15 20 سنة. دونك وكهربا عمرها 15 20 سنة راهو في تونس، راهو مع الاستعمال تاعنا، مع إحنا راهو ماناش واعيين برشا بالاستعمال تاع الكراهب حسب الفئات. راهو بالرسمي لازمك تركّز بالكدا، بالكدا، و وإذا أنت ما تفهمش راهو لازم يكون معاك حد يفهم، توليين، ميكانيسيان، يكون ثقة بالطبع، ثبت في الطولة، ثبت في الميكانيك، كرهبة بالبيدجي هذا بين 10 20,000 دينار راك إذا لقيت الموتور مبدل راهي حاجة عادية، راهو والله حاجة عادية. أنا بدي راني 6 7 سنين تالي كنت نسمع كرهبة موتورها مبدل نقول لأ. بعد اكتشفت اللي هي حاجة عادية، بالرسمي هي حاجة عادية بالكدا، بالكدا، على خاطر الكهربا هي عبارة، أنت عندك تليفون البطارية نتاعو اتحرقت خذ له بطارية جديدة، معناتها مش تليفون ما عادش يصلح، فهمت؟ يعني إنه الموتور تبدل يكون حاجة عادية على الآخر، بالعكس راهو خير من إنه تكون قاعد تاكل في الزيت، إنه يطلع الموتور ديجا مبدل. الطولة إذا مدهونة في البيدجي هذا حاجة عادية بالكدا، إذا مسوسة حاجة عادية، الطبيعة مسوسة ويعطيك صوم يخليك أنت يعطيك المجال إنك تدهنها ولا باش تريق لها، فهمت؟ حاجة عادية، بتعرف أنت في تونس كيفاش والكل. لكن إذا مقلوبة بالطبيعة حاجة مش عادية، إذا مضروبة شو اسمه هي راس حصان أكيد حاجة مش عادية، إذا مش عارف أنا مش عارف الموتور قاعد ياكل في الزيت وسُمها مش طايح بالكدا باش ما ينقّصلكش حق الموتور، بالطبيعة حاجة مش عادية، إذا ما فيهاش كليماتيزور انسى بالرسمي، وإذا الكليماتيزور تاعها بالطبيعة أنت تعرف إذا يقول لك روح الكليماتيزور لازمه يشارج قُل له نمشيو نعملوا شارج، الكليماتيزور يخدم مرحبا، الكليماتيزور ما يخدمش ربي يعينك، فهمت؟ خاطر فما الناس اللي يقول لك الكليماتيزور والله ما يخدمش ناخذ شارجة كهو، واللي هو كان جا حقيقةً يمشي يعمل له شارج وبعد يبيع، باش هو اللي يتشرط مش أنت اللي تتشرط عليه، لازمك لهنا تكون ذكي وتخدم مخك في الاختيار نتاع الكراهب، لازمك توسّع بالك كيما قُلت لك. وعندك أي سؤال مرحبا بيك، إذا تحب شكون يشوف لك كرهبة معناتها مش يشوف لك هو الكرهبة معناتها يعاين معاك الكرهبة اللي تختارها أنت، والّا حتى يشوف لك الكرهبة selon كيما تحب أنت، تلقى الرقم تاع الواتساب تحت، إذا ما تحصلتش عليَّ على الواتساب تلقاني على الفيسبوك، إذا مش فيسبوك إنستجرام، إذا مش إنستجرام تيك توك، معناتها ما تبلش، راني مرات نجاوب مؤخر خاطر برشا برشا مسجات وزيد ما نلقاش وقت بالكل، أنا تو فرحان إني لقيت وقت إني نصور، بالرسمي يعني أنا تو إني إني لقيت الوقت تو إني نصور هالفيديو هذايا تسمى حاجة باهية بالكدا، 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 وإن شاء الله نكمّل هكا. دونك وقولوا لي زادة شنيا رايكم في طريقة التصوير الجديدة هذه، من ناحية الكاليتي ومن ناحية زادة حتى العفوية، بالرسمي أنا تو قاعد نحكي معاك عبارة قاعد تحكي قاعدين قهوة هكا، ما حضرتش برشا جوست عملت الlist هذيّة هاكا هو، بخلاف هذايا ما حضرت حتى شيء آخر، نحب نكون عفوي برشا في الكلام، وقولوا لي شنيا رايكم في الطريقة هذه، وأي ملاحظة سواء كانت سيئة والّا ملاحظة جيدة مرحبا بيك في الكومنتير، وما نزيدش نطوّل عليكم أكثر، في أمان الله.